وياكم نفر لحد الآن مصيف وما فارش شتوي بالمطبخ. سولفونا انتو، فرشتوا البيت كله بعدكم؟ انا بقالي هذا المطبخ ما فرشته، صار ثقيل. شلونكم؟ شخباركم؟ اموركم؟ احوالكم؟ شكو ماكو؟ شلونكم ويا الدوام؟ اكيد هاي الفترة ما عدنا غير سالفة الدوام، الله وكيلكم. مش قال الدوام وش حكى الدوام وشنو عندكم؟ امتحانات شكو هاي بس. منتظرة شو وقت تجي العطلة، على حر من الجمر منتظرتها. ما أدري، أعتقد عطلتنا نهاية الواحد. أشبعكم فلوقات، أشبعكم روتينات. أدري إنه مقصرة هاي الفترة بس تحملوني، فترة امتحانات هاي يعني ماكو ما قاعد يهدون من ورا الامتحانات. اي فهنا أنا غسلت، بعد ما غسلت المطبخ كان عندي دوام. اي لا لا. لا ما كان عندي دوام، لان ذي الفيديوهات قلت لكم قديمة، فاصور دائما واخذ مقتطفات فانسى، صراحة انسى. اي ما كان عندي دوام، بس كنت اريد اروح اسأل على يوسف وعندي كم شغلة رحت شفتهن. اي فهنا طبخ التمن وبس نقعت التمن يعني، وطبخ السبز وياه وطلعنا. وغسلت المطبخ، يوسف راح للدوام وخذت أزولة وغزولة وطلعنا. رجعت بالأربعة فحطانة من الجوع، حتى ما أفكر بالأكل اللي برا، لأن شنو مسوية سبزي وهستوى تازة، فأبد ما أفكر يعني أشتري من برا. فلما رجعت سويت الغداء، سويت يعني كانت مستوية المرقة بس سويت تمن. وهنا بعدين لليل سويت شوربة همين، وشوربة هالأيام محبوبة الجماهير. وسويت هذا الكباب بطريقة مو الطريقة القديمة المتعارف عليها، لا طريقة جديدة. هنا عندي اللحم تقريب ربع، ما راح أخلي عليه ولا شوية من البوتيتا، بس راح أبرش عليه بصل. أو إذا تريدون أسوي محضرة الطعام فكلش عادي، أنا تعجزت أطلع وأسويها. وبعدين نقعت أنا بهاي الأثناء، نقعت عندي نص صمونة وعندي بقصم همين. يعني هو بعدين ما مني شرخ يصير بقصم، لا عندي همين صمون يابس همين راح أشرخه بمحضرة الطعام. بعدين اضطريت أطلعها، قلت له شرخه بها البصل ولا هذا الضيم ولا ضيم العجز مالتي. شرخت بها البقسم وبعدين خليت عليه نص صمونة نقعتها، يعني صايرة هيش كلها مي مبربعة بالمي أو بقسم. والبهارات هذني نخلين بالكباب العادي. هنا غوشت الشاشة من وراء محضرة الطعام، شوفوا هنا أبد ما مخليه أنا بوتيتا، يطلع عندكم كباب مقرمش وهش ولذيذ كلش، يعني إلى طعم خاص. يعني بعد عندكم الحساب، بس لحم عندكم الحساب. وهذيك الفلون كمال كفوشة غزولة، يما غزولة موتتني هي وعكاريشها. أمشطلها وأشيل لها العكروشة مالتها، وتجي رأسا وخرتها وذبتها، ماكو ربع ساعة. أبد ما يفيد بها التمشيط، ما أعرف هاش أسوي لها. حتى من أسبحها للعصر ولا كأنه سابحة، كأنه صار لها شهر ما سابحة. هنا أنا شوفوا خليت بقصة ماكو يعني ماكو فد مقدار معين، هو عيني ميزاني. من شفت الكبابة صارت عندي هيك يعني من أرد أسويها متجانس الكباب ويا المواد وتنعجن وما تتفتت، فهذا كافي يعني لهنا وكافي تمام. هنا أنا خليت لها مليح، خليت كركم، وراح أخلي كمون أنا أخليه كلش طيب. ما عندي كرفس، إذا عندكم عادي خلون، ما كان متوفر عندي. وراح أعجنه تقريبا من عجنه، وأجي أريد أسوي الكبابة ألقاها متماسكة، ولا عبالك ما مخلية بوتيتا ولا عبالك ما مخلية طحين، كأنه مخلية، لأن هي الصمون تخليها متماسكة. فهنا راح أعجنها كلش زين وبعدين أقليها. وهذا كان عشانه سويت شوربة وكباب، وبعدها الحبشكلات مال السفرة، وصار أحلى عشاء. بس شنو العشاء ساعة 11 بالليل. لأن غدانا صار متأخر تقريبا ساعة بالأربعة، فالعشاء صار همين متأخر. وهنا أنا هذا العدس نشف عندي، وبنفس الوقت قلت ثاني واقفة وكان يوم عطلة، تقريبا كان الاثنين، اعتقد الاثنين.
فكان يوم عطلة، فقلت خلي أسوي لي همين كيكة. صرت نادرة عيني، قلت خلي أسوي لي كيكة وأستغل فترة العطلة هاي. فهنا هاي الكيكتي أنا دائما أسويها. بس شنو الجديد بالموضوع؟ هسه أسوي لكم الكارثة راح تصير. هنا خليت بيضتين، خليت قلاصين من الشكر، وخليت نكهة الفانيلا. ما كان متوفر عندي هيل، وهاي يعني إذا تبون تخلون نكهة فانيلا سائلة أو هاي الظرف يعني طوز، وراح أبدي أخفق بيها إلى أني هيك يفتح اللون مالتها يصير على بياض. أرجع أضيف باقي المكونات. خل أسولف لكم إيش صار. القالب مالتي من طلعت مثل ما شفتوا، رحت اشتريت لي قالب فافون، لقيته قدامي وأنا محتاجته همين اشتريته. بس أبو يوسف قال لي تعالي خذي هذا القالب الأكبر من هذا الصغير. فأني صرت نادرة، قلت له لا كلش كبير ذاك، أنا هذا قالبي مال 3 قلاصات طحين. والله خذت لكم هاي القالب وجيت، وبنفس اليوم سويت كيكة، وكان الكيكة تفيض تفيض وتوقع بالطباخ. وما اسولف لكم على الفرن شلون صار شكله. واكلناها وخربت الكيكة عندي. بس حاليا ابو يوسف ياكلها يقول لي طيبة، مع العلم انا ما عجبتني لان ارتفعت كلش وهبطت، لان قامت توقع بالفرن فهبطت عندي. وهنا أنا كل مرة أخلي ظرف واحد من البيكنج باودر أو أخلي ظرفين. هالمرة القالب صغير وخليت ظرفين، يعني خاشوكتين تعادل ظرفين. هنا خليت 3 قلاصات من الطحين، خليت 3/4 من الزيت، خليت قلاصين من الحليب، وخليت خاشوكتين من البيكنج باودر، رشة من المليح. فكلش يعني هي الكيكة كلش ارتفعت ارتفاع كلش حلو. بعدين من بدت يوقع على الفرن قام يحترق عندي داخل الفرن، ومتنا من ريحة الدخان عبالك فشي ودا يحترق بالبيت. فاضطريت افتح الفرن واطلع من عندها من فوق هي. وطبعا الكيكة اذا دخل لها هواء بارد فراح تفش وراح تعدم. فأنا من فتحت الفرن طلعت من عندها من فوق قشطت الفوقاني، فشت وعجنت عندي. بس أنا قررت أذبها. بعدين أبو يوسف قال لي لا ذبيها طيبة، عجبته. قلت الحمد لله والشكر مشت. وهذا كان عشان شفت الكباب شلون كان، أتمنى تجربوه لأنه طيب يستحق التجربة، تغير عن الكباب والبيبوتيتا. هاي ثاني يوم قعديت هاي هناك كلها صارت مال كيك، غسلتها وياي غزولة تكملها علي. بس كلش ضجت بوقتها لأن أنا قوة حصل الوقت، يعني قلت ما طول عندي وقت وما طول يعني عندي عطلة خل استغلها. حرامات ضيعت وقت وسويت وهاي، وبعدين خربت وما عجبتني. كلش تفيدني أنا الغزولة، أنا أخذ للدوام. فهاي قدر الله ما شاء فعل. هاي الحمد لله وشكر اجت على هاي ولا ينفجر الطباخ بوجهي. وهاي بعدين طلعت مخللتنا سويتها وياكم بالفيديوهات السابقة، وماكو تقريبا يعني أنا خليتها 3 أيام وفتحتها وتجنن. هي مقرمشة يعني ما راح تلقوها مستوية خلال 3 أيام، لا بس مقرمشة وطيبة. وهنا بهارات ذن وصيت أبو يوسف على يهين، جاب لي ياهين وكنت كلش محتاجتهن. هذا كل جبل أريد أسوي بيه خلطة للشعر، تعالج الشعر، دارسين، فلفل أسود، ريحان مطحون، هنا كشمش، هنا قرنفل ويا أو قرنفل شو الصح ولا ما أعرف، أنا صح له قرنفل مثل البسامير يصير. وهنا الأشياء الزايدة أخليها بهاي الحافظة. وهنا همين بوقتها جاب لي مسواق وأنا كنت أطلع أريد أروح للدوام وجاب لي إياها. تقريبا تدرون جاب لي الساعة 12 هذين الأشياء كلهن ورتبتهن وغسلتهن واللحم غسلته، وأنا يكون أبدل ساعة بالوحدة. فهنا أنا جبت لهم الغداء بوقتها ردنا نطلع بالليل نتعشى، وقبل بيوم احنا مفكرين شنو ناكل. فقلت له بالليل يعني تمن، فهالمرة يعني بالظهر راح أسوي لكم مقليات شي سريع. فسويت لهم أخذت وياه للدوام، وهم كان يعني الغدا كلش طيب رغم ماكو تمن، بس هيك أكلات طيبة. وهنا أنا عيني رحنا وشون مكانهم كان حلو، قاعدة هيك من القصب ويعني جمعة حلوة
والأكل همين كان طيب، وأنا شفتك انت حاكي أزولة، وإن شاء الله هذا الفيديو ما ينحضر، لأن ما أعرف كل ما أطلع بناتي لو أطلع أطفال ينحضر الفيديو، لأن يحسبوه يعني شلون فيديو خاص بالأطفال، يعني محتوى بالأطفال. اي وهنا قعدنا ناكل الطرشي، وها صديقتي تخبث وياي تدري بي ارد اصور. اي فكان طعمه طيب يعني. جابوا مقبلات وما نسف هيك، طلبنا تمن وحشو ولحم ودجاج، واني كنت جوعانة يعني. حسبوا مثلا انا من الوحدة كليت ومو تمن، واجيت بوجهي رأسا ماكو بدلت واجينا، فكنت ميتة من الجوع. وكان الحمد لله والشكر كان طيب وطلعة حلوة لطيفة، واتمنى عجبكم هذا الفلوج البسيط وبس. مع ألف ألف سلامة. أخير شي ختمتها بالشاي. باي باي.